اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. غسلنا الركن مع بعض، وغسلنا الكنبة، وغسلنا السجاد، ونضفنا حاجات كتير مع بعضنا. تعالوا يلا، السجاد زمانه نشف وتهوى وانا ارتحت لي شوية، نقوم نكمل فرش البيت ونكمل النظافة بتاعته. قوموا يلا شجعوا نفسكم، لسه ما عملتش حاجة تقوم يلا تشجع نفسها كده. اغسلي السجاد بتاعك، اغسلي اي حاجه عندك عايزه تتغسل قبل دخول الشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين، ويجعلها يا رب ايام كلها فرحه عليكم، ويخش رمضان عليكم كده بالستر والصحه والسعاده والرزق على عيالكم. بصوا يعني يجي كده كتير، يجري كده تحت رجليك ورزق عيالكم. يلا بينا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وربنا يسعد اي حد دخل وحط لي لايك، واللي اول مره يشوفني ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصل له كل جديد. يلا بينا نكمل الروتين بتاعنا. دلوقتي هنفرش الركنه بتاعتنا بعد ما نطفت ونضفناه وخليناها زي الفل، ونفرش كمان السجاد ونكمل باقي ترويق او تنظيف الشقه بتاعتنا. يلا بينا نصلي على الرسول ونشوف اول حاجه هنعملها ايه. يلا بينا. اول حاجه كده ابتديت ان انا هفرش بقى الفرش بتاع الركنه اللي احنا غسلناها. قلت لكم اني احنا غسلناها ونشفناها بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه. جبت دي اللي انا بفرش على دي دفيه، انا اشتريتها، ما اشتريتها انا قسمتها نصين. انا حبيت اجيبها لان هي نفس لون الركنه وقريبه منها شويه، وبصراحه الخامه بتاعتها كانت تقيله عن اي يعني حاجة أنا فرشتها على الركنة، وحبيت إن يكون لون الركنة بنفس لون الكسوة اللي أنا هحطها بنفس لون الركنة، لقيتها أشيك وأفضل. جبت ألوان كتير قبل كده وبصراحة ما عجبتنيش خالص. دي أحلى حاجة عجبتني، وعجبني إن هي تقيلة شوية. يعني لو عيل ماسك حاجة في إيده أو حط إيده غصب عنه أو أيا كان، إن هي ما توصلش للركنة تحت وتبقى عالي تاني زي الكسوة اللي انا كنت جايباها قبل كده في الأول. ما كانتش غالية بصراحة، تعتبر كانت ارخص من الكسوة اللي بتتباع للركنة. انا كان سعرها هنقول 20 دولار، كان سعرها 20 دولار. جبتها وقسمتها بالشكل ده كده، ويا دوبك هي كفت لي الركنة، بالعكس كانت كبيرة كمان. وابتديت ان انا دخلتها تحت الشلت كده، وبجد كانت جميلة جدا جدا، والشكل بتاعها عجبني وحافظت على الركنة معايا. ابتديت بقى كده ان انا خلاص خلصت فرش الركنه، والاستاذ انا مؤمن كان بيساعدني زي ما انتم شايفين. السجاد غسلناه والركنه غسلناها. قومي يلا شجعي نفسك، ما تسرحيش وما تكسليش، خلاص كلها ايام ورمضان على الابواب. اسبوع بالظبط، وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين يدخل علينا يا رب رمضان بالخير كده والبركه يا رب. خلاص كلها اسبوع بالظبط ورمضان هيكون بيدق بقى علينا الباب بتاعنا كده. هنقول له اهلا بشهر الخير والبركه والراحه والطمأنينة، كل سنه وانتم طيبين. خلاص يعتبر انا خلصت كده الركنه وعدلت الكنبه برضو، وابتديت ان انا امسح الشاشه بتاعه التلفزيون. لو ما عندكيش اي حاجه للازاز او حاجه بتمسحي بيها الشاشه، فوطه كده تكون منديه وعليها معلقتين كده من الخل، وابداي كده ان انت لمعي بيها الازاز بتاعك ولمعي بيها الشاشه، بجد بتديكي لمعه برضو، وبتبقى نظيفه وزي الفل. مش لازم ان انت يكون عندك الملمع بتاع الازاز او المنظف بتاع الازاز. مشي حيالك فوطه نديها سنه ميه بسيطه خالص، وحطي عليها معلقه خل، وابداي نضفي ولمعي اللي انت عايزاه. ابتديت كده ان انا نضفت الركن، ابتديت كده ان انا نضفت الشاشه بتاعه التلفزيون ونضفت الترابيزه كمان. ده برضو كان مفرش بتاع الترابيزه كان عندي كبير، حبيت ان انا اعمل شكل حلو كده للشاشه، لترابيزه الشاشه. قسمته نصين بصراحه وحطيته، ومن ساعتها وانا عماله ادور على واحد كمان مش لاقيه، لحد بقى ما الاقي مفرش كمان وكده. فهحط المفرش القديم في النص كده على ما ربنا يسهل ونلاقي المفارش زي ما يكون اتمنعت، لان في هنا عندهم عيد ومناسبه، فطبعا السحب على الحاجات دي كتير قوي قوي. نضفت كل حاجه بقى انا بحطها على الترابيزه. شجعوا نفسكم، بلاش كسل. قوموا يلا، اللي وراها حاجة عايزة تنضفها تنضفها، اللي وراها الدواليب بتاعتها مش نظيفة قومي رتبيها يلا. عندك اي حاجة مكركبة ضرفة في المطبخ مكركبة اي حاجة، قومي شجعي نفسك وما تكسليش.
بصوا استعيذوا كده من الشيطان وقوموا يلا علشان شهر رمضان يدخل علينا كده واحنا مرتاحين نفسيا ان الدنيا حوالينا على الاقل تكون نظيفة. خلاص خلصت وببتدي بقى ان انا كده بكنس مكان الحتة اللي انا بعملها. بصوا السجاد لما اتغسل فلة قشطة منورة، بجد 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 عجبني غسيله جدا، ريحته كانت جميلة. يا ريتكم كنتوا معايا تشموا الريحة والنظافة والجمال. فعلا النظافة دي راحة نفسية، النظافة وان الحاجة تبقى حواليك نظيفة ومترتبة، بجد بجد دي اكتر راحة نفسية الواحد بيحس بيها. ساعات بيجي على الواحد مبيبقاش قادر يعمل حاجة، ما بيبقاش ليه نفس يعمل حاجة، عيل تعبان، الواحد زهقان، والله ساعات تحسوا ان الدنيا حواليكي بتبقى مكركبة. بس لما بتقومي كده وتبدأي كده تنضفي حواليكي تحسي فعلا بنظافة، وان النظافة دي راحة بجد بجد. فعلا النظافة من الإيمان. ويلا اللي زهقانه تقوم كده ايه تشد الحيل شويه، شدوا الهمه. اللي ما غسلتش السجاده هتلحق برضو تغسلي يومين اتنين تكوني غسلاه ولا حاجه. اللي عندها ستاير عايزه تتغسل، اللي عندها اي حاجه عايزه تتغسل، قومي يلا نضفي. ما كناش هننضف ورمضان داخل علينا، هننضف امتى؟ ما كناش داخلين كده والشهر واعظم شهر في الدنيا داخل علينا، هنعمل امتى اللي ورانا؟ قومي يلا خلي رمضان يجوا عليكم كده وانتم مرتاحين نفسيا. الراحة فعلا في ان الدنيا حواليك تكون نظيفة وريحة شقتك نظيفة وحلوة كده. خلاص ابتديت ان انا بقى ايه بفرش السجاد بتاع الصالة. خلاص كنستها ونضفتها وكل حاجة تمام فيها، الركنة مغسولة وسجادي مغسول والستاير نظيفة برضو، لاني ما غسلتهاش هي نظيفة بصراحة. والجو جميل وشمس كده وحلو، الواحد بيستغل اي وقت يطلع فيه يعني الشمس بجد بجد ما بنشوفها اكن يعني ايه. شوفوا لقيته لقية كده هنا. ابتدي بقى اعدل الترابيزة زي ما انتوا شايفين كده، بس هحتاج اشدها، فهخلي مؤمن يقف لي على السجادة علشان ما تتحركش مني وانا بشد الايه الترابيزة. الجيش قال لك اتصرف، واحنا بنتصرف بنوقف العيال على السجاد عشان السجاد ما يلمش مننا. عمال اقول له ناولني السلك بتاع الفيشه وهو مش هنا خالص لحد ما فهم وناولهولي. ابتدي بقى ان انا ارجع السلوك زي ما كانت واحطها كهربا بقى واظبط الدنيا كده وكده. خلاص يعتبر الجزء كده ده كل شويه اقول له تعالى اقف تاني، يقول لي انت زهقتيني يا ماما. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، يقول لي ساعديني، بس بيزهق لما بيبقى خايف على رجله من الترابيزه. خلاص خلصنا الجزء ده، تعالوا يلا بقى نعدل ترابيزه السفره. طبعا الدنيا تمام تحت منها ومتنضفه وزي الفل. هنبتدي بس ان احنا نظبط الدنيا لمسة واحدة بس في الشقة. تغيير، شلتي كنبة مكان كنبة، شلتي ترابيزة حطيتيها في مكان ورجعي، فاهمة يعني؟ تبديل كده في الأماكن تحسوا فعلا براحة نفسية لو غيرتي أي حاجة في الشقة بتاعتك. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويدخل رمضان عليكم بالستر والصحة. اكتبولي في الكومنتات وقولولي وصلتوا لحد فين في تنظيف الشقة أو حاجات رمضان. قولولي نضفتوا مطبخكم، غسلتوا سجادكم، قولولي عملتوا ايه بالظبط، وصلتوا لايه في التنظيفات. يلا بينا نشجع بعضنا، وكل واحد عمل حاجة يكتب في الكومنتات تحت ويقول هو نظف ايه او عمل ايه او وصل لايه. شجعونا كده وشجعوا البنات اللي موجودين معانا في القناة او على الصفحة او على الجروب بتاعنا. اكتبوا كده وقولوا شجعوا بعضكم، كلنا هنستفاد من بعض كده. خلاص انا خلصت الصالة بتاعتي والدنيا زي الفل. هنحط بس المفرش الجميل ده. المفرش ده حلو قوي برضو، خامته كانت جميلة. لما اشتريته كان سعره $4، انا كنت جايباه سعره بجد كان حلو قوي قوي. الحاجات دي ساعات بتنزل عليها كده تخفيضات بتلاقوها فرصة كده. بقول لكم انا كده خلاص خلصت حاجة بسيطة، بس حسيت بنظافة وراحة نفسية وكده. خلاص ولادي كانوا قربوا بقى يجوا من المدرسة. مش عارفة كان في برضو جزء كده للطرقة اما عملته، والمطبخ لما عملت الأرضية، بس والله مش عارفة الكاميرا كانت واقفة ولا ايه. خلاص كده خلصنا، هنسيب الشباك بس مفتوح ومهوي الدنيا. خلاص عملنا بقى الغدا للعيال، حمرنا بطاطس وحطينا ترش كده، وعملنا مكرونة بالطماطم وحلوة قوي، فضل ونعمة من عند ربنا. ولادي كانوا جوهم كنت هغديهم وابتدي اكمل الطرقة، بس مش عارفة الجزء ده بصراحة اتقص وانا بصور.
بقول لكم شايفين المكرونه مفلفله ازاي؟ كل واحده مخصمختها، لا معجنه ولا حاجه، مفلفله كده وزي الفل. قلنا نعمل اكل سريع، عملنا مكرونه بالطماطم وحمرنا البطاطس وعملنا حته ترشي وحلوه قوي، كلنا وشبعنا والله لما قلنا بس الحمد لله. ربنا يا رب يديمها نعمه في حياتنا وما تقلش ابدا من بيوتنا ولا بيوتكم، اللهم امين. وكده خلاص يعتبر الفيديو بتاعنا خلص، هنروح نتغدى ونكمل اللي ورانا، وعندنا طبقين في الحوض نبقى نعملهم بعد الاكل. اشوفكم في فيديو جديد من مطبخي، ما تنسوش تشتركوا في القناة. مع السلامة.